يا صباح الفوقان على كيفة القهوة في كل مكان. دي قناة نبيذ العرب ومعاكم القهوجي. هستخدم النهاردة معاكم البيكو بريسو لأول مرة. البيكو بريسو هي من إنتاج شركة وكاكو، هي ماكينة متنقلة يدوية تقدر تعمل بيها اسبريسو، بس المرة دي المختلف إن وكاكو ادتنا إمكانية إن احنا نعمل الاسبريسو بشكل احترافي بباسكت غير مضغوط 52 مللي. الباسكت مكشوف 52 مللي غير مضغوط، مش مضغوط زي الميني والنانو بريسو اللي قبل كده. وكاكو المره دي ادتنا فرصه ان احنا نعمل اسبريسو احترافي بمكنه متنقله، مش محتاجه اي حاجه اكتر من شويه ميه سخنه. كنا عملنا انبوكسنج للماشين دي وشوفنا ايه المحتويات اللي جوه وازاي نقدر نلمها كلها في الكيس بتاعتها. هتشوفوا الفيديو دلوقتي، هيطلع لكم لينك على الشاشه لو عايزين تتفرجوا عليه. وخلينا دلوقتي نستخدم القهوة مع بعض أول مرة، الفيرست يوز. مش هشرح أي حاجة بالتفصيل، بس هجرب معاكم التجربة الأولى لأن أنا أعمل منها قهوة. هستخدم قهوة بوربوني، هستخدم بوربوني قهوة إيطالي، دي الروسا. فخلينا وهعملها بالمطحنة الأوكا. فخلينا يلا نجرب. أنا يعني عايز أبدأ كده معاكم بسرعة. نفتح الكيس. ده المنظر اهو اول ما بنفتح. دي الماشين، وده التمبر، وده الديستريبيوتر او الموزع او مفكك التكتلات، وده الدوزنج رينج. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم كده ونبدأ مع بعض. اول خطوة احنا هنفتح الجزء اللي فوق ده. هنا هتتحط المية السخنة وهنعمل لها في الأول دورة تسخين، أوكي؟ وتحت هنا ده الكفر بيقفل هنا. هنفك دي، هنلاقي جوه هنا فيه السكوب ده اللي احنا نقدر نعاير بيه القهوة. وفي الغالب يعني 2. أنا بصوا أنا هشتغل النهاردة من غير ميزان، من غير أي حاجة. أنا هشتغل بالسكوب وهجرب اشوف انا هطلع ايه، واحنا مع بعض بقى هنجرب كتير. وده الباسكت، وده المفروض فيه شاور هيد. فين الشاور؟ الشاور هيد اهو. تمام. طيب نجيب الميه السخنه نعمل لها في الاول دوره تسخين سريعه، وبعد كده نبدا نحط القهوه ونشوف هتطلع لنا ايه. الميه السخنه اهي في السكامونه بتاعتنا، المفروض بنحطها في الجزء ده. تمام. وبعدين وانا ليه حاسس ان انا تايه، هنقفل الجزء ده من فوق. هنحط الباسكت هنا، نحط الشاور هيد فوقيه، ونقفلها كده. جبنا الكوبايه ونبدأ نسخن الكوبايه في الاول. كده احنا بنعمل ايه؟ كده احنا بننضفها طبعا لان ده اول استخدام، وفي نفس الوقت بنسخن اجزائها، وفي نفس الوقت بنسخن الكوبايه اللي هنعمل فيها الاسبريسو دلوقتي، عشان الاسبريسو يطلع سخن ودرجه حرارته مناسبه ويدينا الطعم المناسب اللي احنا عايزينه. كده خلاص نحط الكوبايه على جنب، ويلا بقى نبدا نعمل او نحط فيها القهوه ونشوف هتمشي ازاي. اول حاجه انا حابب افك دي، يعني خلينا نعمل كده. ناخد الباسكت نعمله كده بمنديل، نتاكد ان هو ناشف تماما. اوكي. وانا مش حابب اخد الجزء ده، انا حابب اشوف الاستخلاص وهو نازل قدامي. هو مشي خلاص. تمام. خلاص كده الجزء ده هنا. اوكي. والباسكت ال 52 المكشوف جواه. لحد دلوقتي احنا ماشيين تمام. وناخد الشاور هيد في ايدينا. شويه الميه ايه بهدلوا الدنيا. ناخد الشاور هيد معانا اهو، ونبدا بقى نعمل ايه. انا كده كنت استخدمت القهوه. ده القهوه اللي انا استخدمتها اهي.
ده بلند وطحنته طحنة باسكت غير مضغوط، وانا معاكم هشوف الطحنه دي اصلا هتجيب معايا نتيجه كويسه ولا لا. لو ما جابتش هننعم او هنخشن على حسب احنا محتاجين ايه. ناخد اول سكوب نملاه كده، نحط طبعا الدوزنج رينج الجميل ده عشان ليه فوائد كتير. اولها انك ما توقعش، تانيها هتشوفوا مع التمبر هيعمل ايه. مع التمبر مهم جدا. حط اول واحد، خبطه كده خبطتين، اوكي، ونحط التاني، وبرضه نديله خبطتين. هناخد هنا بقى الموزع ده ونبدأ نعمل بيه بالمنظر ده كده. بصوا انا بوزع بالمنظر ده. اقول لكم على حاجه، استنوا اجيبكم تشوفوا المنظر من فوق هنا هيبقى شكله عامل ازاي. الجزء ده هنا ده مفكك تكتلات، بس هو هنا احنا بنستخدمه كموزع. تمام كده. بيعمل ايه؟ بيخلي اي اجزاء فاضيه البني يتوزع فيها بالتساوي، فانت تضمن ان انت لما تجيب دلوقتي التمبر بتاعك وتضغط، بصوا يا جماعه، هيبقى الضغط متساوي 100%. واللي هيخلي لك كمان الضغط متساوي 100% الدوزنج رينج اللي جاي معاها. هو ده اقصى حاجه ممكن تضغطها. بصوا تضغط كده لحد ما توصل ان التمبر نفسه ايه اللي حصل؟ خبط خلاص في الدوزنج رينج. هتلفه لفه صغيره كده، تاكد انك وزعت، تضغط، شيله بالدوزنج رينج. بصوا كده بقى المنظر عامل ازاي. انت بس نظف الجناب. تمام خلاص كده هي جاهزه. هتاخد الشاور هيد وتحطه فوقيها، تتاكد ان مفيش في الجوانب اي قهوه. وبعد كده تيجي على الجزء ده تركبه عليها وتلف. لفيته، اتاكدت انه مقفول كويس، جاهز خلاص، والقهوه جوه مضغوطه ومكبوسه ومقفوله وكله تمام. شلت الجلده اللي هنا عشان اتفرج على الاستخلاص. هفك الجزء ده وهحط هنا ميه. حاجه من الاتنين، يا انت بتشتغل بميزان فهتنزل بريشيو 1:2 او 1:2.5. يعني هنا الباسكت بيشيل 20 جرام، فانت تنزل ب 40 جرام قهوه منهم او 45 جرام. يا اما تشتغل بان انت تملى الميه لحد الحز اللي هنا ده، وتنزل في كوبايه معياريه او كوبايه زي دي بتشيل دبل شوت بحد اقصى. فخلونا نحط هنا الميه السخنه بسرعه ونبدا نشوف الشكل عامل ازاي. نملى كده الميه السخنه لحد ما نغطي كلمه بيكو بريسو. يبقى احنا كده ملينا ميه كفايه انها تعمل دبل شوت مظبوط. ونيجي بالجزء الاخير نقفله ونتاكد ان القلاووز بتاعه اتقفل مظبوط. انا عندي ملاحظه ان الاجزاء اللي بتتقفل في بعضها حاسس ان البلاستيك فيها مش حلو زي النانو كنت حاسس ان الماتيريال اقوى شويه من هنا. ده ملاحظتي يعني اللي انا عايز اقولها. فيلا نبدا، انا متحمس جدا. يلا نبدا نعمل الشوت الاول بالوكاكو بيكو بريسو. كوبايه جاهزه، نفتح ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. بعد 12 ضغطة بدأت تظهر تحت الاسبريسو حاجة بسيطة. هديله 5 أو 6 ثواني زي ما انا بعمل مع مكنة الاسبريسو عشان يعمل ترطيب. واضح ان انا كنت محتاج اجيب كوباية اكبر عشان الصوص اللي انا عمال اعمله زي صوص الشوكولاتة على الجناب ده. يلا نبدأ ونشوف شكل الاستخلاص هيبقى عامل ازاي.
ادي دايما لكل واحده، لكل ضغطه اول ما يبدا ينزل ادي لكل ضغطه وقتها عشان تاخد استخلاص مظبوط. انا اسف طبعا على المنظر اللي انتوا شايفينه على الكوبايه، بس انتوا شايفين الكريمه عامله ازاي. انا عندي بقى ملاحظه اقولها، الجزء ده سخن جدا، يعني انا ماسكه وهو فعلا سخن. انتوا فاهمين قصدي؟ يعني كان محتاج انه يتعزل بشكل احسن لان انا حاسس ان هو سخن كده. خلاص انا خلصت الدبل شوت بتاعي. اخد الجزء الاسود ده واحطه هنا. ده شكل الشوت بالكريمه بتاعته. ناخد معلقه كده ونقلب الشوت مع بعض. انا مش عارف هل انا كنت محتاج اخشن الطحنه شويه ولا لا، لان الكريمه زي ما انتم شايفين طبقتها مش تقيله قوي، كريمه الى حد ما يعني 2 مللي كده. انا كنت منتظر كريمه اكتر. خلونا نجرب نشوف الطعم شكله عامل ازاي، وممكن نجرب ننعم الطحنه اكتر ونبدا تاني، لان الطبيعي انها تبدا تجيب اول نقطه بعد 8 ثواني مش 12 ثانيه. فخلينا نبدا كده مع بعض. كده عملنا شوت الاسبريسو. ريحته جميله، ريحه القهوه اصلا دي جميله 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 جميله. على فكره لو عايزين تشوفوا اي ريفيوز عن القهوه دي انا عامل لها بلاي ليست لوحدها هتظهر لكم على الشاشه دلوقتي، تقدروا تشوفوا الريفيوز للانواع اللي عندهم كلهم او كلها يعني. خلينا ندوق بقى ونشوف البيكو دي بتقول ايه. واو، اقدر اقول لكم اخيرا الواحد بقى عنده ماشين بورتابل متنقله بتعمله اسبريسو حقيقي، احلى كمان من اللي كانت بتعمله النانو. يعني الشفطه الاولى دي خلتني اقول ان انا عايز اول حاجه اعملها دلوقتي اعمل مقارنه ما بين الشوت اللي بيطلع من النانو وما بين الشوت اللي بيطلع من البيكو. البيكو بريسو عظيمه، الشوت تقيل، قوامه تقيل، الكريمه بتاعته مش فيك كريمه خالص. يعني بصوا انا عملته وخلصت ورحت بعدت الكاميرا وظبطتها ورجعت وقعدت وشربت والكريمه لسه موجوده زي ما هي. فالبيكو عالميه، نتيجتها حلوه جدا، تكاد تكون احسن من نتيجه الماشين المنزليه اللي متحوله باسكت غير مضغوط، واحلى من نتيجه الديديكا اللي متحوله غير مضغوط. انا عندي كلامي وهنعمل كومباريزون بده. طيب انا خلصت كده، خلينا نعمل بقى فيديو تاني ريفيو كامل للبيكو. خلينا نعمل فيديو شويه كومباريزون ما بينها وما بين حاجات تانية، خلينا نجربها. ومبسوط جدا 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 ان انا كنت من اوائل الناس اللي يجيلي ان انا اجرب البيكو بريسو وادوق القهوه بتاعتها. خليكم معايا، هنعمل لها فيديوز كتير الفتره الجايه. لو الفيديو عجبك اعمل له لايك وشير وسبسكرايب في القناه، ولو انت على الفيسبوك لايك وشير، واشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه. سلام عليكم.